ما الذي يربطه الطريق حقا؟ مكانين ربما، لكن الطرق التي تشكل التاريخ تربط شيئا أعظم بكثير. تحت القيادة الرؤيوية لجلالة الملك محمد السادس وبفضل الشجاعة التاريخية للرئيس دونالد جي ترامب، دخل الصحراء المغربية حقبة جديدة في السعي نحو السلام والحوار والازدهار. في عام 1777 أصبحت المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. بعد 9 سنوات وضع معاهدة السلام والصداقة الأساس لما يبقى أطول علاقة دبلوماسية غير منقطعة في تاريخ الولايات المتحدة. على مدى 2.5 قرن ربطت الصداقة والثقة والحوار بين المغرب والولايات المتحدة. واليوم يعتبر طريق الرئيس دونالد جي ترامب السريع هو التعبير الأكثر وضوحا وديمومة. بعض الطرق تقصر المسافات وأخرى تشكل المستقبل بتكلفة تقارب $1,000,000. يمتد هذا الطريق الذي يربط تنزانيا بالداخل على مسافة تزيد عن 1055 كيلومترا، مما يجعله واحدا من الأطول في إفريقيا. طريق الرئيس دونالد جي ترامب السريع يشكل استمرارية جديدة عبر الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث يربط المغرب الأطلسي بامتداده الطبيعي في إفريقيا. من تنزانيا إلى العيون يمتد الطريق السريع لمسافة 555 كيلومترا عبر بعض من أروع المناظر الطبيعية في القارة. طريق مزدوج 16 هيكلا هندسية وأطول جسر في المغرب يحول عقبة طبيعية إلى رابط سلس. يربط هذا القسم شمال المغرب بالعيون، إحدى المدن الأطلسية الناشئة في إفريقيا.